حبيبي ممكن ترد عليا لو سمحت؟ عشان خاطري رد عليا، فهمني ايه اللي حصل بينك وبين بابا. هو كان مش راضي يقولي اي حاجة. عايزة تعرفي ايه اللي حصل؟ ابوك رفضني، وانا ان شاء الله يا عمي هحطها في عيني، وظروفي هحسنها واحدة واحدة. قال لي مع احترامي ليك يا ابني، بس انا كل ما اسألك على حاجة تقول لي هجيبها هعملها. طب جاي ليه؟ ايوه يا عم انا فاهمك، بس انا علشان شايل نفسي، وان شاء الله انا بحوش من مرتبي عشان اجيب كل حاجة في اسرع وقت. قال لي يا ابني هو ال 8000 جنيه اللي بتاخدهم دول يفتحوا بيت عشان تقول لي هحوش منهم؟ ايوه يا عم بس انا مش ساكت. انا حتى فكرت ان انا بعد الشغل اخد عربية عمي واشتغل عليها اوبر. قال لي طب انت يرضيك اصرف على بنتي واعلمها واكبرها في الاخر اجوزها لسواق؟ وقال لي انت ممكن تكون شاب كويس جدا، بس انا عايز اللي يريح بنتي مش يتعبها معاه، ومهما كانت ظروفك فده شيء يخصك انت بس. على فكرة ابوك عنده حق، اللي زيي ملهمش جواز، اخرهم يشتغلوا يروحوا يناموا، يشتغلوا يناموا، وحلو قوي كده. السلام عليكم. حلقة نكد عليكم بقى. الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء عمل إحصائية سنة 2017 بيقول فيها إن في مصر في 472 ألف بنت عندهم 35 سنة لسه ما اتجوزوش، وإن في 686 ألف راجل في نفس المرحلة العمرية برضه لسه ما اتجوزوش. بس سنة 2025 تتعمل الإحصائية دي تاني، بس المرة دي نسبة العنوسة توصل في البنات ل 12 مليون بنت و2.5 مليون راجل. والحقيقة ان الاحصائيات دي بتخلي الواحد يسأل سؤال واحد بس: ليه الجواز في مصر بقى هدف صعب الوصول ليه، وفي بعض الاحيان مستحيل الوصول ليه؟ الحقيقة ان الفيديو ده موجه للاهالي اللي مش قادرين يفهموا ولا يعرفوا قد ايه ولادهم في الزمن ده عايشين في ظروف صعبة جدا وكل حاجة ضدهم، وموجهة لكل أب عنده بنت فاكر إن أمان بنته في شوية جرامات ذهب وفي الشقة اللي في الكومباوند، مش في راجل بجد يحافظ عليها ويصونها. عزيزي ولي الأمر، أنت بنتك دلوقتي كبرت وبقت عروسة، يعني في سن العشرينيات، وده بالتالي بيقول إن حضرتك من مواليد 1965 ل 1975، ربنا يديك الصحة. وجالك الشاب الجميل اللي بنتك قالت لك ان ده اللي قلبها اختاره، ان هو ده اللي هي عايزاه، وطبعا حضرتك كتر الف خيرك استضفته في الريسبشن وقدمت له شاي وجاتوه من ابو الحته ب 80 جنيه قبل ما تطفحوا له وتحسسه ان كل اللي بيعمله في حياته ولا حاجه، وان ال 7000 جنيه اللي بياخدهم مرتب دول ما يفتحوش كشك سجاير مش بيت. وانا والله يا عمو مش جاي الومك، بالعكس انت معاك حق، بس انا جاي اعرض عليك عرض العمر. انت حضرتك دلوقتي بتلعب في الخمسينيات كده، ربنا يديك الصحة. ايه رأيك لو رجعتك لسن الشباب، يعني بتاع 25 سنة كده، بس في سنة 2026؟ حاج، ده حاج. الحمد لله على سلامتك يا عمو. لا عمو ايه بقى، الحمد لله على سلامتك يا شيء. احنا دلوقتي في سنة 2026 وانت عندك 25 سنة وعايز تروح تتقدم للجواز، لكن قبل ما تروح لازم اعرفك شوية حاجات كده. انت دلوقتي بتشتغل شغلانة بتاخد فيها مرتب اقل من الحد الادنى اللي الحكومة بتاعتك اساسا حطاه، ولو فكرت تروح لصاحب الشغل عشان تتكلم معاه في زيادة هيقول لك مفيش داعي. هيقول لك ايه، بس بلاش تعمل كده. اول حاجه هتطلب منك وهتتسال فيها هي الشقه، وخليك عارف ان احنا في 2026 اقل شقه في مصر عامله 500 الف جنيه. بما ان حضرتك مرتبك 7000 جنيه يعني 84 الف جنيه في السنه، يعني انت محتاج 5 سنين ونص عشان تجيب الشقه. ده طبعا بعد ما افترضنا ان انت بتعيش على البناء الضوئي، لا في اكل ولا شرب ولا خروج ولا اي حاجه، شبابك كله متجه لتحويش الشقه.
وده ببساطة لأن المجتمع ما بقاش زي أيامك، محدش بقى بيتقبل البداية البسيطة. ولو فكرت تروح تأجر شقة فوارد إن صاحب الشقة يهددك كل شهر إنه هيزود عليك الإيجار ويطردك بره. هتقولي طب يا ابني ما أجيب شقة بالتقسيط زي أيامي؟ أقول لك والله يا عم حضرتك ناصح، لكن لو رحت أي مشروع من المشاريع الموجودة دلوقتي هيقول لك إن المقدم بتاعها مليون جنيه، وده طبعا للمشروع لمحدود الدخل والشباب اللي لسه بتبدأ. قرية الأوهام أنا واخد فيها، أنت خدت فيها؟ خلينا بقى نكمل رحلتنا ونقول على تاني حاجة هتطلب منك وهي الذهب. لازم تبقى عارف ان جرام الذهب عيار 18 وصل ل 5000 جنيه، يعني مرتب حضرتك يجيب جرام ذهب ويتفضل معاك 2000 جنيه بصراحة. يعني حضرتك علشان تقدر تجيب شبكة تعجب خالة العروسة وأم العروسة وبنت عم العروسة وجروب الكلبوبات اللي فيه العروسة محتاج 50,000 جنيه. أنا عارف والله يا عمو إنك شبكت أم العيال بخاتم، بس ده زمان قبل ما يتعمل فقرة ثابتة في الأفراح. مصور الفرح بيخش مخصوص عشان يصور لنا الشبكة ويعرضها لنا على شاشة كبيرة. وسيبك بقى من الكلام بتاع ان المبلغ ممكن يكون اكبر من امكانياتك وانك كفايه بس انك تجيب اخرك سواء 50 ولا 20، لان كل الكلام ده بالنسبه لهم بلح. المهم يعني ان لو ربنا كرمك وقدرت توفر كل الحاجات دي فهتلاقي ابو العروسه فرد كده منجعص وقال لك انا عايز مهر لبنتي برقم ممكن هو ذات نفسه ما يكونش امتلكه في حياته. ده على اساس يعني ان مفيش ناس دفعت مهر بالملايين وبعد كده طلعوا عين بنات الناس، محكمه الاسره تشهد. لكن لانك شاري فهتوافق برغم انك ممكن ما تبقاش عارف اصلا هتوفر المبلغ ده ولا تجيبه منين. هتقول لي ازاي بس الكلام ده انا كنت دافع مهر في ام العيال ربع جنيه وسندوتش كبده. هقول لك يا عمي ما الوضع اتغير. شفت بقى انت كنت عامل ايه في الواد؟ لسه انا هنفخ. ولو عديت يا وحش كل المراحل دي بسلام فمبروك وهنيئا لك، انت في اخر مرحله دلوقتي، الفرح. والفرح كده من اسمه حاجه بنعملها ليه؟ ها؟ علشان نفرح، منطقي يعني. لكن لا، الافراح بتاعت دلوقتي اخر هدف فيها هو الفرحه. الفرح اللي هتجيب فيه فوتوغرافر لازم تكلمه قبل الفرح بسنتين علشان تحجزه، يمكن قبل ما تعرف على العروسه اصلا. وهتجيب دي جي بياخد شيك على بياض. اما بقى بالنسبه للبوفيه فلازم تعمل فيه شجره جمبري علشان يتقال عليكم مجنون كده وفرح كان مطرشه. ها بقى يا عمو، تحب تكمل شاب في 2026 ولا ترجع تعيش تاني دور ابو العروسه؟ انا قلت كده برضه. مفيش شك ان الدنيا صعبه وان الظروف صعبه، بس الغريبه اننا بقينا نخترع حاجات ونعمل حاجات تصعبها علينا اكتر. ولو كنت مستغرب الاحصائيه اللي اتكلمنا عليها في الاول فاعتقد دلوقتي فهمت ليه ده حاصل. لاي اب عنده بنت، الشاب اللي هيدخل بيتك من بابه ده قيمته كبيره قوي. ما فيهاش حاجه ان انت تقف جنبه لان كده كده محدش بدا كبير. انت ممكن بنتك يجي لها كل يوم عريس مليونير، لكن مش كل يوم هيجي لها راجل بجد. وحط بقى في بالك ان راجل بجد دي بفلوس كتير قوي. انا مش بقول لك ارمي له بنتك وخلاص، بس ما فيهاش حاجه لو تسهل عليه الدنيا قدر المستطاع وتتخيلوا لو للحظه ان اللي واقف قدامك ده ابنك، اكيد ما كنتش هتبقى عايزه يطلع من بيتك مكسور الخاطر. ولكل شاب بيشتغل وبيسعى وبيعمل اللي عليه اوعى تفتكر ان انت مقصر او ان العيب فيك. انت بطل، كفايه ان انت اخترت الطريق الصعب في وقت كان ممكن تختار فيه طرق اسهل بياما. ويا ريت يا جماعه زي ما بنتكلم بالدين والشرع في كل حاجه، في القايمه وفي المؤخر وفي المهر، نفتكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لراجل تزوج ولو بخاتم من حديد. ويا ريت كمان الاهالي تفهم ان زمانهم غير زماننا، وان اللي كان في زمانهم بقرش في زماننا دلوقتي بقى ب100. ويا سيدي مش لازم تساعد ابنك، بس كمان بلاش الكلام اللي يخليه يحبط وييأس بعد ما يكون جاب اخره ويحس في الاخر انه مش هيوصل. بس كده، واتمنى ان احنا نكون قدرنا نعكن عليكم بقدر المستطاع. ولو الفيديو ده عجبكم اعملوا سبسكرايب ولايك وقولوا لنا في الكومنتات ايه رايكم في الموضوع ده. السلام عليكم.